الحب أن يصير الإنسان ملاذا لإنسان آخر، إن خلى من الجهد فاسمت رغبته، وإن خلى من الوفاء فاسمه عادة، وإن لم يكن شريانا يمد القلب بالحياة فليس حبا. يا من تذبحون الحب على مذبح الرياء، فلم الحب إذن؟ الصداقة أن تصون كرامة الإنسان حين يغيب ما لا تستطيع قوله في وجهه، فلا تجعله سما خلف ظهره. هي روح تعد بعد الأم والأب وقبل الأخت والأخ. يا من تضحون بالصداقة للمصلحة، فلم الصداقة إذن؟ المثقف الحق لا يحسب حساب التاجر، لا يقف حيث يعلو التصفيق، بل حيث تقف الحقيقة. لا يصمت على مائدة السلطة، بل يتكلم عند جرح الناس لكي يبلغ الأمل الغد. لا يحبس كلمته في الأيام المظلمة. يا من تضحون بالضمير للظلام، فلم الحقيقة إذن؟ السعي إلى العدل ليس أن تضرم النار في كل شيء، بل أن تمضي صابرا في طريق الحق والقانون من غير أن تقع في فخ الكراهية والعنف. أن ترد الغضب إلى العدل، والعدل إلى الضمير. يا من تضحون بالقضية العادلة للكراهية، فلم العدل إذن؟ السياسة تحمي الضعيف وتنهض بالساقط. ألا تنظر من علن، وألا تترك أحدا في الأسفل. أن ترى كل إنسان بلا استثناء على مستوى العين نفسه، فلا قضية أكبر من حياة إنسان. يا من تضحون بالإنسانية لقضية أو لمبدأ، فلم السياسة إذن؟ الإيمان لوجه الخالق أن ترى الإنسان ندا للإنسان. في الكرامة الاعتراض على اللغات، إنتي خلقت، وعلى الشعوب وعلى الألوان، هو اعتراض على الخلق نفسه. يا من تحجون وتصلون وتلقون السلام، ثم تضحون بحقوق العباد للدولة والامتياز والنسب، فلم الإيمان إذن؟